السلام عليكم ورحمة الله. الموقع صوت العقب تي في. الكتاب المعجزات القرآنية. الدرس أصل الحياة، والحياة تأتي من الحياة على حد تعبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. أصل الحياة تفترض نظرية التطور أن الأنواع الحية نشأت من قلية حية واحدة وجدت في الأرض البدائية قبل 3,800 سنة. كيف يمكن لقلية حية واحدة أن تنتج ملايين الأجناس الحية المعقدة؟ ولو افترضنا أن هذا النوع من التطور قد حصل بالفعل، لماذا لا نجد أثر ذلك في أي من المتحجرات؟ هذه بعض الأسئلة التي لم تستطيع النظرية الداروينية الإجابة عليها. ولكن السؤال الأول والأهم يتعلق بالقدوة الأولى لعملية التطور المزعوم. كيف انبثقت القلية الأولى؟ قالوا الحياة تأتي من الحياة. لم يسر داروين في كتابه إلى أصل الحياة أبدا، لم يسر أبدا إلى أصل الحياة. فالمفاهيم العلمية التي كانت سائدة في عصره استقرت على فرضية كون أجسام الكائنات الحية ذات تركيبة بسيطة جدا. فمنذ القرون الوسطى والأجيال التي تعاقبت بعدها كانت هذه النظرية التي تؤكد أن الجمادات تجمعت مع بعضها البعض لتكون الكائنات الحية كان مقبولة إلى حد كبير. فقد كان هناك اعتقاد سائد أن الحشرات تتولد من بقايا الطعام والفئران من القمح، وقد أجرت تجارب مثيرة لإثبات هذه النظرية. فقد ودعوا بعد القمح على قطعة ثياب متسقة، واعتقدوا بأن الفئران سوف تنشأ عنها بعد فترة، وظنوا أن هذه هي الطريقة نفسها التي تتوالد فيها الديدان في اللحوم. وظلت هذه الافتراضات سائدة لأجيال متعاقبة في ذلك الزمن. ولكن بعد فترة من الزمن أصبح من المفهوم أن الديدان لا تتكون على اللحم بطريقة تلقائية، وإنما يحملها الذباب على شكل يرقات لا ترى بالعين المجردة. حتى في الفترة التي كتب فيها داروين كتابه أصل الأنواع كان هناك اعتقاد مقبول علميا بأن البكتيريا تتولد من الجمادات. وبعد 5 سنوات من نشر كتاب داروين أبطلت اكتشافات لويس باستور مزاعمه التي شكلت أساس نظرية التطور. ولقد لخص باستور النتيجة التي توصل إليها بعد دراسات واختبارات استغرقت فترة طويلة من الزمن بقوله أن الزعم بأن الجمادات يمكنها أن تخلق الحياة قد دفن في التاريخ إلى الأبد. وقد رفض المدافعون عن نظرية التطور ما توصل إليه باستور لمدة طويلة. ولكن بعد أن كشف العلم التركيبة المعقدة لقلية الكائن الحي، واجه الفرضية القائمة على أن كون الحياة انبثقت بمحض الصدفة المزيد من المآزق. السلام عليكم ورحمة الله.